النجم أحمد عز في الآسة في وكالة ناسا. أنا كنت ماشي في حالي ومركز مع كوكب عالي، والحجر ده فجأة جالي، هنكت بلمت تنحت وانا قلت خلاص مش اشكالية، انا هدرس طبيعته الصخرية وهي حتى تكون خدمة وطنية، وشطحت سرحت فارتحت. الآسة في وكالة ناسا، الآسة في وكالة ناسا. بطولة النجم صلاح عبد الله، إيمان العاصي، سعيد طرابيك، عايدة رياض، محمود البزاوي، نادين سبع، وطارق الإبياري. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تكسرني. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تكسرني. تأليف محمود البزاوي، أغاني رشا البنا، ألحان هاني النبيل، توزيع خالد نبيل، إنتاج رايت ماركتينج. أيوة أنا اسمي حسن الآسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أيوة أنا اسمي حسن الآسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أنا كنت ماشي في حالي، ماشي في حالي، ماشي في حالي. الآسة في وكالة ناسا، الآسة في وكالة ناسا. الآسة في وكالة ناسا، إخراج عبد المقصود محمد. يعني ايه يا حضرة الناظر؟ أنا مش ناظر وبس، أنا مدير المدرسة والمسؤول عنها وصاحبها. طب يعني ايه يا صاحبها؟ ثم ان المدرسة مش منفعة شخصية، دي منفعة عامة. يعني انت مالك ومال المريخ؟ ما تبص تحت رجليك وتشوف نفسك مين؟ ده انت حيالله الآسة. عندك حق يا حضرة الناظر، عندك حق. عشان كده بقى يا ريت حضرتك تقبل تمضيلي على الورقة دي. تاني؟ يا ابني انت ايه ما بتتعلمش؟ يكون في علمك انت لو تماديت في حكاية المريخ والتنطيط علينا بسيرته على الفاضي وعلى المليان، هيتهموك بالهبل والجنون، ويبقى مكانك الوحيد مستشفى الامراض العقلية مش المريخ. طب يا ريت بقى حضرتك تمضي على الورقة وما تصادرش على افكاري. فيها ايه الورقة دي يا اخويا؟ استقالتي. السكة اللي تودي وادي امضتي. متشكرين قوي لحضرتك، ربنا يخليك لمصر. حسن راح فين يا استاذ بدوي؟ قدم استقالته من المدرسة، وبعدين؟ ومن بعدها اختفى من المدرسة ومحمول ومغلق. يا استاذ بدوي، لك تحياتي يا أنسة فريدة، وأسيبك بعد إذنك لأن الناظر يناديني. أفندم يا حضرة الناظر. مين الهانم؟ دي فريدة الجيار يا حضرة الناظر، كانت طالبة عندنا في المدرسة. وجاية تعمل ايه هنا؟ بتسأل عن مستر حسن والآسة. دي تعرف الآسة وبتسأل عليه؟ أي نعم. ويا ترى أبوها يوسف بيه الجيار عنده علم بلفها ودورانها ورا واحد مجنون زي الآسة؟ سيادة الناظر لا تورطني في أسئلة لا أعرف لها إجابات. افتح يا حسن، يا حسن افتح يا حسن، ما تبقاش عبيط انت كده بقى، بتأكد كلام الناظر التافه ده. يا ابني افتح بقى. ازيك يا انكل جلال؟ انت مش هتبطلي حكايه انكل دي. اهلا اهلا يا انسه فريده. حسن فين يا انكل؟ حابس نفسه جوه في الشقه ومش عايز يفتح ولا يرد عليا. يا حسن افتح بقى، انسه فريده عاوزاك يا حسن. طب ازعقي انت عليه كده يا انسه فريده، سمعيه حسك الله يسترك. يا حسن يا حسن، انا فريده رد عليا. هتفضل واقف على الباب كده تنادي عليه وهو ما يردش عليك؟ يعني عاوزاني اعمل ايه يعني؟ تكسر عليه الباب. اهدي بس يا منيره، اهدي بقى. تهدى ايه بس يا انكل جلال؟ طنط منيره عندها حق، لازم تكسر الباب لا يكون عمل في نفسه حاجه. يا نهار ازرق، وقلب مهره يروح عليا. انت في ايه ولا في ايه؟
اكسر الباب. اللي اكسره ده انا طبعا هكسره. يا وعلى كل يا رب. حسن يا حسن. حسن انت فين؟ رد عليا يا حسن. حسن مش موجود في الشقة يا فريدة. يعني ايه؟ يعني الشقة ما فيهاش حسن. انت متأكد ان هو كان في الشقة؟ انا شايفه بعينيا دول. طب هيكون راح فين بس؟ الآسة في وكالة ناسا. الآسة في وكالة ناسا. وانا يا حسن عملت مجهود جبار عشان اقنع ادارة الجامعة. طب وكان ردهم ايه يا دكتور؟ بصراحة استهيفوا الموضوع. طب حضرتك تحاول معاهم تاني، يعني مش دايما التجربة الأولى بتنجح، لكن ممكن تبقى مؤشر لنجاح التجربة التانية. حاولت يا حسن، حاولت. قالوا لي دي كلها مجرد افتراضات، وافتراضات قديمة كمان، ومش انت أول واحد فكر في كده. طب والعمل يا دكتور؟ لازم يا حسن تقدم قوانين تثبت بيها نظريتك. ما أنا لوحدي ضعيف ومحتاج حد يساعدني، ودي احتمالية تحتمل النجاح. وأنا حاولت يا دكتور. أنا بأؤكد لك إن الطبيعة الصخرية لسطح المريخ والأبخرة المحيطة به بتؤكد إن في مية تحت سطحه. وانت عرفت منين؟ معاك ما يثبت؟ كل نظريات علوم الفضاء والعلماء اللي حللوا الغبار والغازات اللي بتحيط بالكوكب ده بتثبت كده. ومين أصحاب النظريات دي؟ علماء ليهم أبحاثهم وليهم احترامهم. خلاص يا حسن، سيب اللي ليهم احترامهم دول يثبتوا بنفسهم، وانت مالكش دعوة بالموضوع ده خالص. بس ده موضوع الماجستير بتاعي يا فندم. شوف موضوع غيره وليك عليا أشرف لك عليه برضو. ما أنا ما بفهمش غير في الطبيعة الصخرية لسطح المريخ والجيولوجيا والأطياف الفضائية. فكر في موضوع تاني. يعني ايه يا دكتور اختار موضوع تاني؟ الله، يعني هكتب عن الامن الغذائي وعلاقته بالطبيعه الصخريه للصحراء الغربيه؟ والله موضوع هايل. هو ايه الموضوع هايل؟ الله، يعني ايه يا فندم بس الكلام ده؟ يعني من الاخر لو انت يا حسن عندك اثبات مادي وحقيقي تدلل بيه على بحثك انا معاك، ما عندكش يبقى خلاص تقبل بالامر الواقع. يا دكتور احنا شغلنا وابحاثنا مخصوصة عشان نريح الناس من الواقع ونخليهم يحلموا بمستقبل احسن واجمل، والمستقبل ده ممكن يبقى على كوكب المريخ. لازم دليل واثبات. يبقى مفيش غير الحجر. بتقول حاجة يا حسن؟ لا 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 يا دكتور، بس يعني الحاجة اللي عاوز اقولها هأجلها لحد لما اجيب لك الدليل. واو، انت يا جلال؟ تصدقي انا يا مهرة، وبكرة تشوفي. بس اللي يشوفك ما يحسش فيك بالاجرام خالص والشقاوة دي. اسألي عن جلال والآسة في شركة الكهرباء وانت تعرفي كويس السي بتاعي. انا دلوقتي بقيت مطمنة اكتر يا جلال. لازم تبقى مطمنة، واي حد يعترضك ولا يقف في سكتك قوليله بس جلال والآسة وشوفيه هيبلم ولا لا. حلوة قوي يبلم دي. شوف انا عجباني مفرداتك قوي، كل كلماتك قوية. كل كلماتي ايه؟ قوية؟ ما هو القوي ما يقولش غير القوي. يا قوي قوي. الآسة في وكالة ناسا. الآسة في وكالة ناسا. وانا يا سيدي ظابط النبطشي، واحدة واحدة بقى وبالراحة عليا. ما انا بالراحة يا فندم، يعني وانا بجري؟ لا بس انا ما ركزتش مع كلامك من الاول. طب ليه بس؟ انا اسف يا سيدي. قول لي بقى ايه الحكايه بالظبط؟ هو الحكايه باختصار يعني هو حجر من صخور المريخ. ماله بقى؟ الحجر ده سعادتك في البيت عند يوسف بيك جيار. وبعدين ايه سعادتك؟ المفروض ان الحجر ده ما يكونش ملكيه خاصه. امال ايه؟ ده ملكيه عامه. يعني ايه؟ ناخده ونبيعه ونوزعه علينا؟ لا هو ما حدش قال كده سعادتك، بس هو المفروض يعني ان هو يكون ملك للعلم والعلماء. يا شاويش شعراوي. افندم، معاك حاجه للصداع؟ اشوف لك يا باشا. الف سلامه على سعادتك يا باشا. وهتيجي السلامه منين يا اخويا؟ طول ما في ناس لاسعين زيك وما عندهمش اي احساس بالاخرين. وانا عشان يعني لاحساسي بالاخرين قررت اجي وابلغ، ولا البلاغات دي بتعتبرها ضرب من الجنون؟ يعني حضرتك اللي قول لي، هو حضرتك اسمك ايه؟ انا اسمي حسن حسين الآسة. ايه؟ الآسة؟ يعني خلتني افتح محضر واستقطع من يومي ووقتي ساعتين عشان بلاغ عن حجر من المريخ؟ انا مش فاهم اللي بيضحك يعني سعادتك، بس هو حضرتك مش مصدق؟ بصراحة لا. ليه بس؟ انا شفت الحجر بعيني. وعرفت منين سعادتك انه حجر مريخي؟ ما دي دراستي وشغلتي ومادة بحثي
وانا دراستي بقى محترم وشغلتي ومادة بحثي بتقول لازم اخلص المجتمع من الناس اللي دماغهم لاسعة. يا شاويش شعراوي يا فندم، خد بتاع المريخ ده حطه في الحجز لحد ما يجي واحد راشد ومسؤول يستلمه. ليه يعني؟ انا مش مجنون. وبعدين ممكن سعادتك تروح بنفسك فيلا يوسف الجيار وانت هتلاقي الحجر هناك. الله، وساعتها هشوف بقى انه مش بلاغ عشوائي وان ده حقيقة مادية. يلا يا بتاع المريخ. لا لا، انا مش مجنون. بلاش تاريخ، بلاش تاريخ بقى يا بتاع المريخ. ايه حجر من المريخ؟ وده مين بقى اللي قدم البلاغ ده؟ شاب اسمه حسن حسين قلاسة. طب ما هو باين من اسمه هو يا حضرة الضابط. في حد في الدنيا اسمه قلاسة ويبقى طبيعي؟ لا، ما انا برضه حجزته لحد ما يجي حد مسؤول عنه واهله المسؤولين يستلموه. عداك العيب يا حضرة الضابط، البلد مش ناقصة مجانين. حسن فين يا بابا؟ حسن بيسألي عليه في مستشفى الأمراض العقلية. فريدة افندم يا بابا. اسمعيني، لو البوليس سألك تعرفي حاجة عن الحجر ده قولي لهم ان دي أول مرة تسمعي الحكاية دي. ما انت عارف يا بابا، وانا عارفة ان الحجر ده موجود هنا عندنا في البيت. اعملي اللي بقولك عليه بالظبط. انت عارف كويس يا بابا ان انا مش هعمل كده، والافضل ان البوليس لا يقابلني ولا يسألني، عشان كده اعتبرني مش موجودة خالص في الفيلا. عن اذنك. ما انا قلت لك وانت ما سمعتش كلامي يا معلم. اللي هو ايه؟ تسرق الحجر. اسرقه ازاي بس؟ بالشكل ده هيبقى تفكير عشوائي وفوضوي. اسمع كلامي يا ابني وما تاخدهاش على صدرك قوي كده. دي سرقة في سبيل العلم والبشرية. هي مش دي اهدافك يا حسن؟ ماشي، بس ما بلاش بقى نسميها سرقة. تعال نشوف لها اسم تاني يسمح لي اني افكر فيها بجد. لقيتها، استعارة مثلا. يا اخي عندك حق، استعارة. انت بس تشوف لي حد بتثق فيه قوي يبقى معايا انا وانت، وسيب الباقي عليا يا حسن. عايز حد تثق فيه؟ بدوي. لا في اللي اهم من بدوي. مين؟ فريدة. لا بقول لك ايه، ابعد فريدة عن الموضوع ده خالص يا جلال. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية. مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية. مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. همد ايدي لفوق في العالي وجايز اشب كمان شوية، هوصل للكوكب اللي في خيالي وحسبت لكم يجي كام نظرية. شارك بالتمثيل محمد عبد الحليم، محمد جبريل، عادل خلف، جلال الهجرسي، صفوة صبحي. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية محمد عبد العظيم. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. إنتاج رايت ماركتينج. قلقاسة في وكالة ناسا. تأليف محمود البزاوي. إخراج عبد المقصود محمد. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية. مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. وده حال الكرة الأرضية. وده حال الكرة الأرضية.